كلنا بنحاول نهرب من الألم، مع إن الحقيقة البسيطة إنه جزء من حياتنا مش اختيار. المشكلة مش إننا بنتألم، المشكلة إن إحنا بنقاوم حاجة لازم تحصل. كلنا مرينا بألم، ألم فقد، ألم خذلان، ألم رفض، وأول رد فعل دايما إن إحنا نحاول نهرب، نشغل نفسنا، ننسى عشان الأمور تعدي. بس الحقيقة إن الألم ده مش غلطة ولا حاجة المفروض ما تحصلش، ده جزء من حياتنا نفسها. زي ما ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولما بتتقبل الحقيقة دي بتبقى أهدى، مش لأن الألم اختفى، بس لأنك بقيت فاهم إنه جزء طبيعي من الحياة. في فرق كبير قوي بين الألم والمعاناة. الألم مفيش مفر منه، هيحصل، هتزعل وهتتوجع وهتخسر حاجات. بس المعاناة اختيارية، لأنك بتفضل تفكر في الألم ده وتحلله وبصله بطرق مختلفة وتجلد نفسك وبتغرق جوه الإحساس ده. بتقول ليه أنا وليه ده حصل لي وعمري ما هبقى كويس. الألم لحظة، لكن المعاناة ممكن تبقى قصة، وقصة طويلة. 3 حاجات لازم تعرفهم عن الألم عشان تقدر تتعامل معاه. هو مش دايم، المشاعر بطبيعتها بتتغير طول الوقت، والألم رسالة مش عقاب. في علم النفس في مدرسة اسمها Acceptance and Commitment Therapy، بتقول مش لازم تمنع الألم، لكن تتعلم تعيش معاه من غير ما يسيطر عليك، لأن الألم بيظهر عشان حاجة مهمة عندك لازم تتأثر فتتغير. 3 حاجة إن مقاومة الألم بتزوده، كل ما تهرب من الألم كل ما بيكبر، وكل ما تفهمه الألم بيهدى. وفي حاجة تانية مهمة قوي، إحنا ساعات بنبص حوالينا ونشوف ناس بتضحك مبسوطة شكلها تمام، بنفتكر إن هي ما بتتألمش وإن هي ما عندهاش مشاكل. بس الحقيقة مش كل الناس اللي بتضحك مرتاحة، ومش كل اللي شكله تمام بيبقى فعلا تمام. في ناس كتيرة قوي بتعرف تتعامل مع الألم، وهو ده اللي بيفرق، بتفهمه وبتعيش معاه رغم وجوده. فما تقارنش نفسك بحد. في بقى مفاهيم غلط كتير قوي عن الألم. في ناس تقولك الوقت لوحده هيشفي، وفي ناس تقولك لا، القوي مش مفروض يتألم، وفي واحد بيبقى عايز يتجاوزه بسرعة جدا جدا. لو انت في موقف صعب اسمح لنفسك تحس باللي بيحصل، وادي نفسك وقت. مش لازم تبقى كويس بسرعة، مش لازم تبقى كويس دلوقتي حالا. تاني حاجة، حاول تتكلم حتى لو بصعوبة، واختار انت هتتكلم مع مين. تالت حاجة، خد وقتك بس ما تغرقش في اللي انت فيه. اعرف هتلجأ لمين وهتتكلم مع مين، صديق صادق، حد عنده خبرة مر بنفس التجربة اللي انت فيها، او حد بقى مختص وفاهم كويس وهيعرف ازاي يساعدك بجد. والأهم من كل دول ربنا. مفيش حد هتقدر تتكلم معاه زي ربنا. ومن المثال اللي لازم نحتذي بيه من السيرة النبوية إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان في عام الحزن كان فيه ألم كتير وكان فيه صعوبات كتير، ولجأ لربنا تماما وخرج، وكانت نقطة تحول. وده بيثبت حاجة مهمة جدا، إن الحزن مش ضعف. كل الناس بتحس بالحزن، والألم مش بس إحساس، الألم ممكن يبقى فعلا نقطة تحول في حياة البني آدم، هو فعلا محتاجها عشان يتغير. نفس الوجع ممكن يكسر حد وممكن يبني حد تاني، والفهم لوحده مش كفاية، لازم يكون عندنا طريقة بنعرف نتعامل فيها في وقت الجد، في وقت الشدة. أول حاجة خالص إن احنا نفهم احنا متألمين من إيه بجد. اسأل نفسك، هو أنا موجوع ليه ومن إيه بجد؟ اقف مع نفسك وقفة، راقب أفكارك. مش كل فكرة لازم تبقى حقيقية، مش كل فكرة بتعدي علينا ناخدها على إنها حقيقية. اختار الناس الصح اللي تبقى حواليك، وادي لنفسك مساحة، وارجع لربنا، لأن دي أكتر الحاجات اللي بتساعد في أوقات الشدة. ومن التمارين العملية إن احنا نكتب وندون، نجورنال اللي احنا حاسين بيه في وقت الألم، بس ما نحاولش نفكر كتير ونحلل في الوقت ده، لأن الوقت ده بيبقى عندنا تشويش جامد جدا. نكتب احنا حاسين بإيه بالظبط، وبعد كده احنا ممكن نحلل ونفكر، ولما نكون حاسين ان احنا في شكل أو في صورة أفضل من اللي احنا عليها. الكتابة مهمة جدا. اكتب أنا حاسس بإيه دلوقتي حالا. تاني حاجة، افصل الإحساس عن الفكرة. اسأل نفسك لما تحس بحاجة، ده إحساس ولا تفسير للي حصل؟ تالت حاجة، خد وعي. اقعد مع نفسك دقيقة بس من غير موبايل ومن غير ناس ومن غير دوشة، وحس بالإحساس اللي انت فيه فعلا من غير ما تقاومه، وحاول افهم نفسك. دي من أهم النقط اللي بتخرجنا فعلا من الألم. الألم مش النهاية،
الألم بداية فهم، بداية إن احنا نقرب لنفسنا ونعيش بوعي أكتر. افتكر إن الألم جزء من الحياة، لكن المعاناة اختيار، وانت مش ضعيف عشان بتتألم، انت مجرد إنسان عايش الحياة دي. القوة الحقيقية بقى إنك تفهم وجعك وتكمل حياتك.